معلش بس كمل جميلك معايا واصبر علينا، وان شاء الله هجيب لك الفلوس لحد اخر الاسبوع. بقول لك ايه يا عم الحاج، انا صبرت عليك كتير كده، حلو قوي. معاك لحد بكره الصبح تجيب لي الفلوس، يا اما تلموا هدومكم وحاجاتكم وتطلعوا على بره. ما تعيطوش يا حبايبي، ما تخافوش، قادر ربنا يفرجها لحد بكرة الصبح. يا رب انت العالم بالحال، يا رب يا رب تسترها معانا وما تفضحناش. ماما ايوه يا حبيبتي. انا جعانه خالص يا ماما، انا عايزه سندوتش جبنه. الجبنة خلصت والله يا حبيبتي. طب بس استني شوية وبابا زمانه راجع دلوقتي، اجيب لك شوية عيش ومية بسكر. ماشي يا ماما، هاتيهالي، انت عارفه ان انا بحبها قوي، وتسلم ايدك يا حبيبتي. حاضر يا بنتي. سلام عليكم يا ولاد. وعليكم السلام يا حبيبي، اهلا وسهلا. مالك بس مكشر كده ليه؟ عملت ايه؟ لفيت كتير خالص ومش لاقي شغل، اعمل ايه بس يا ربي؟ خلاص الليل ليل، اعمل ايه؟ طب ما تشوف كده حد من اصحابك وميل عليه، تكون انت ان شاء الله لقيت شغل واشتغلت على اخر الشهر. الظاهر ان مفيش غير الحل ده. الشاي يا ابني. ازيك يا شاكر، عامل ايه؟ زي الفل يا ابو حميد، اقعد. الله يخليك، انا بس طالبك كده في معروف. اؤمر يا حبيبي، رقبتي سدادة. محتاج منك بس 500 جنيه عشان الراجل صاحب البيت عاوزهم ضروري. ما دفعتش الايجار خالص الشهر ده ولا الشهر اللي فات، وطالبهم بكره الصبح ضروري، وان شاء الله هرجعهم لك على اخر الشهر، ويبقى كده عملت فيا معروف. كان على عيني يا ابو حميد والله، بس انت عارف يا حبيبي الحالة ناشفة والدنيا مقشفرة، ومش بسهولة الاقي لك 500 جنيه، انت عارف الدنيا ماشية ازاي. ايوه صح، ربنا يفرجها على الكل يا شاكر. يلا سلام عليكم، بالاذن انا بقى. سلام. اذنك معاك يا اخويا، هو حد لاقي 500 جنيه بالساهل؟ بالسلامة انت. ال 500 جنيه قال فاكرني بنك التسليف الزراعي ولا ايه؟ الشاي يا ابني، ونزل شيشة هنا بسرعة. ما فاضلش كده غير استاذ سليم ومراته اللي معانا في العمارة. اعمل ايه بس يا ربي؟ عمري ما مديت ايدي لحد، يا رب استرها من عندك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ربنا يفرج عليك يا عم يا رب. يلا يا اولاد علشان تاكلوا، هو الاكل قليل النهارده كده ليه يا سوسن؟ معلش بقى النهارده ان شاء الله هعوضها لكم، علشان ام محمد ما لحقتش تعمل الا دول. مين اللي بيرن في وقت الغدا اللي ما عندوش دم ده؟ اهلا وسهلا، اتفضل يا ابو حميد. يزيد فضلك يا استاذ سليم، معلش ان انا جاي في الوقت البايخ ده. لا يا سيدي ولا يهمك، احنا بس اللي بنتغدى متاخر شويه. بالهنا والشفا يا استاذ سليم. انا بس محرج وانا بطلب من حضرتك الطلب ده. خير، لا احراج ولا حاجه. انا بس محتاج من حضرتك 500 جنيه ادفعهم لصاحب الايجار بكره ان شاء الله، وعلى اخر الشهر هسددهم لحضرتك. للاسف طلبك مش عندي يا ابو حميد. انا اسف على الازعاج تاني يا استاذ سليم. جاي علشان يستلف مني 500 جنيه؟ هو احنا فاتحينها سبيل ولا ايه يا ابني؟ اما حاجه غريبه والله. يلا يا اولاد، كلوا بسرعه عشان الاكل ما يبردش. طمني وفرحني، صاحبك رضا يديك الفلوس؟ كل البيبان اتقفلت في وشي خلاص، عليه العوض ومنه العوض. يلا بسرعه وضبي الحاجه بقى، عشان شكلنا كده هنمشي من البيت الصبح، ولمي كل الحاجات. الباب بيخبط، تفتكر هو جاي وعايز الايجار دلوقتي؟ لله الامر من قبل ومن بعد. في ايه مالك؟ ايه اللي حصل بس؟ بفتح الباب لقيت ظرف الفلوس ديت، يا ترى مين اللي سايبها لنا؟ ربنا يفرج كربه يا رب، زي ما فرج كربنا وسترنا. الو، ايوه حضرتك انا معاك. ايه بتقول ايه يا دكتور؟ ماما فاقت الحمد لله، اشكرك، احمدك يا رب، احمدك يا رب. ياه، معقول بالسرعه دي؟ كل ده علشان ساعدت الراجل الغلبان ده وسبت له الفلوس قدام الباب؟ الف حمد وشكر ليك يا رب،
ما كنتش متخيل انها تبقى بالسرعة دي. الحمد لله يا رب.